وفي نفس الوقت يضربوا السفن، ويحصل إيه؟ إن هم تتكسر السفن ويهرب اللي يهرب والبتاع، بس طبعًا عدد السفن كبير. نابليون كان عنده خطة مسبقة، إيه هي؟ أو العادة بتاعة نابليون، والحتة دي ركّز فيها أوي، لإنه أيام الثورة قبلها ب10 سنين لمّا بزغ نجم نابليون. ليه؟ بسبب إن هو حرّر ميناء طولون من الإنجليز. عمل إيه؟ استولى على مدافع الإنجليز وضرب بيها الإنجليز. طلع فوق أسوار ميناء طولون بيبقى جنبها الحصن بتاعها. طلع فوق الأسوار، استولى على المدافع وضرب الأسطول الإنجليزي في ميناء طولون. اللعبة دي أو التركة دي ركّز معايا فيها، لإن هي نفس اللي حصل في مالطا، نفس اللي هيحصل في اسكندرية، نفس اللي هيحصل في دمنهور والبحيرة، نفس اللي هيحصل في إمبابة. التركة دي، وكان معتمد عليها إن هي تحصل في عكا، بس في العكا حوار تاني، ما نفعتش. وكان معتمد عليها في كل معاركه ضد أوروبا، إن هو بيستولي على المدفعية بتاعة العدو، أو البطاريات بتاعة المدافع اللي هي القواعد يدمرها علشان الضربات تبقى في شنك، لأن المدفع ما ينفعش يبقى سايب. نفسي في مرة إن شاء الله بس ألاقي مجسم أشرح عليه فكرة إزاي إن المدفع بيشتغل، يعني دي ليها ديناميكية. المدفع ما ينفعش يبقى سايب، يعني دلوقتي المدفع عادي بيبقى ثابت على الأرض، تشيله وتنقله ويضرب عادي. لأ زمان الموضوع تاني، اللي كان فيه ضربة ارتدادية وبتاع، فالمدفع ما ينفعش يتحرك، لازم يبقى ثابت ليه قواعد وجنازير رابطاه مزنوق بحاجات خشب عشان ما يهدش الحيطة وشغلانة. المهم نابليون يا يدمر البطارية اللي محمّل عليها المدفع، يا إمّا يستولي على المدفع ويضرب بيه صاحب المدفع. قدر نابليون يخش مالطا، جاب بيسموه إيه؟ آآ اللهم صل على محمد. آآ البطريرك تحتيه بيبقى ناسي الاسم، كاردينال، حاجة زي الكاردينال كده. الراجل ده جابه وقال له: أنت نيابةً عن الرب، وأنت ابن الرب وكرسي الرب وحياة الرب أنا جاي مش عارف إيه وبتاع، برسالة.